على ال 12 هيدينا مرتب بالشهر. لو ضربناه في 30 عشان ده دولار فهيبقى الإجمالي 175 ألف جنيه في الشهر. ده لو أنت جونيور فرونت اند ديفلوبر. يا مساء الفل، النهارده جايب لك 10 وظائف مختلفه في مجالات مختلفه ينفع تشتغلها ريموتلي او من البيت، وكمان جايب لك المرتبات الخاصه بكل وظيفه. ده عشان تاخد فكره عن الوظائف ريموتلي او الوظائف اللي ينفع تشتغلها من البيت، وكمان تعرف متوسط الرواتب للوظائف. الوظائف دي كلها انا جايبها من الشيت اللي اللينك بتاعه هتلاقيه تحت زرار اللايك. انا اخترت الوظائف اللي الشركات حاطه فيها رينج المرتبات علشان بس الموضوع يبقى سهل، لكن انا في الفيديو اللي فات طبعا شرحت لك او علمتك ازاي لو الشركه مش حاطه رينج المرتبات ازاي تجيبه من موقع جلاس دور. لو انت اخترت وظيفه المرتب مش واضح في صفحه الوظيفه نفسها، تقدر تشوف الفيديو اللي فات علشان تتعلم او تشوف ازاي تجيب الرينج او متوسط المرتبات للوظيفه دي. احنا في الفيديو ده الوظيفه هتبقى يا اما بالدولار او باليورو، فانا الحسابات هحسبها تكون الدولار هحسبه على 30 جنيه واليورو هيبقى ب 32 جنيه. ودايما اختار الرقم اللي اقل في الرينج. لو مثلا قالك الوظيفه من 40,000 دولار للسنه ل 50,000 دولار في السنه، هاخد دايما ال 40 وهكذا. فتعالوا بقى نبص على الوظائف المتاحه او امثله على الوظائف المتاحه، وتعالوا نشوف المرتبات بتاعتها كام. اول حاجه معانا هي الجوجل ادز سبيشالست، يعني واحد بيعرف يرن جوجل ادز او يعمل جوجل ادز للشركه. دي وظيفه زي ما احنا قلنا بتبقى تبع الماركتنج، والشركه اسمها تيست جوريلا. وادي الوظيفه عندنا هنا بيقول لك ان المرتبات بتاعتها من 46,000 يورو وكسر لحد 62,000 يورو زائد شير ابريشيشن رايتس. دي اكيد حاجه عارفينها بتوع جوجل ادز او عارف متخصصين الجوجل ادز يعني. فهنقول ان المرتب 46,000 يورو زائد بيدولك 1000 يورو عشان تشغل من البيت في السنه، فالمرتب او اقل مرتب هيبقى 47,000 يورو وكسر في السنه. تعالوا نشوف دي تساوي كام. يبقى 47,000 يورو على 12 هيدينا المرتب في الشهر، وهنضربه في 32 جنيه علشان ده يورو، يبقى المرتب هيساوي او تقريبا 127,000 جنيه. ده لو انت متخصص في اعلانات جوجل. ومش بس كده، لو خدنا بالنا بيقول لك انك بتاخد 3.5% في السنه من مرتبك علشان تتعلم او تاخد كورسات، فدول مش هنعتبرهم مرتب وهنسيبهم فعلا للتعليم والكورسات. الوظيفه الثانيه معانا هي جونيور فرونت اند ديفلوبر. ده للناس اللي بيبقوا مطورين او شغالين فرونت اند. دي برضو شركه اسمها 17 هاتس. مطلوب منك انك تبقى عارف جافا سكريبت، سي اس اس، اتش تي ام ال، وعندك ديباجنج سكيلز. والمرتب بتاع الوظيفه دي هنشوف دلوقتي بيبدا من 70,000 دولار في السنه. تعالوا نحسبها. 70,000 على ال 12 هيدينا مرتب بالشهر. لو ضربناه في 30 عشان ده دولار فهيبقى الإجمالي 175 ألف جنيه في الشهر. ده لو أنت جونيور فرونت اند ديفلوبر. طيب أنت لو سينيور باك اند ديفلوبر هيبقى المرتب كام؟ تعالوا نشوف الشركة دي عاملة المرتبات كام للسينيور سوفت وير انجينيرز او السينيور زي ما احنا شايفين باك اند انجينيرز. هنا طبعا سينيور فانت عندك اكيد اكتر من 5 سنين اكسبيرينس في الفيلد ده او في المجال ده. فهنا زي ما احنا شايفين بيقول لك ان الاوفر بيبقى من 85,000 يورو ل 95,000 يورو في السنه. وزي ما قلنا احنا بنحسب دايما في الرينج الاقل، فهنحسب ال 85,000 يورو دول هيعملوا لنا كام في الشهر. فانت لو سينيور باك اند ديفلوبر او سينيور باك اند انجينير واشتغلت في الشركه دي هتاخد 226,000 جنيه في الشهر. وده اقل راتب عندهم او اقل راتب للوظيفه دي. زي ما احنا شايفين بيوصل لحد 105,000 يورو، بس ده لو اشتغلت يعني في الشركه وعديت كذا سنه. ولكن اقل وظيفه هي 225,000 جنيه في الشهر. طيب الناس بتوع الاي او اس ديفلوبمنت او الناس اللي بيعملوا ابلكيشن على اي او اس وماك او اس، الناس الاي او اس انجينيرز، دي شركه طالبه واحد يكون اي او اس وماك او اس انجينير، بيبقى خبير في السويفت، ودي حاجه برضو خاصه بالناس بتوع الاي او اس هم اللي عارفين الكلام ده. دي المرتب بتاعها الاساسي بيبقى 68,000 يورو في السنه زي ما احنا شايفين. بس كمان هتلاقي فيه حاجات او بينيفيتس تانية خاصة بالمرتبات او الفلوس عموما. يعني زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي عندنا بتاخد 2000 يورو بادجت عشان تعمل هوم اوفيس بتاعك، تشتري الكمبيوتر، تشتري الشاشة، الكلام ده كله. وبتاخد لحد 4000 يورو في السنة علشان كورسات، و2000 يورو برضو في السنة علشان تزود من الحاجات اللي بتشتغل بيها او تامبروف الورك ستيشن بتاعتك. حتى المنتال هيلث والفيزيكال، لا تروح جيم والكلام ده كله معاك 2000. فلو حسبنا دول، او تعالوا ما نحسبش دول ونشوف ال 68,000 يورو دول هيعملوا لنا كام في الشهر. لو حسبناها ال 68,000 يورو دول في السنة، دول هيعملوا لنا لو انت شغال اي او اس انجينير الشركة دي هتاخد 181,000 جنيه في الشهر.
طيب نبعد شويه عن الانجينيرنج والديفلوبمنت ونشوف الماركتنج اسيستنت هنا في الشركه دي. ماركتنج اسيستنت بتعمل سوشيال ميديا كونتنت، بتانجيج مع الكاستمرز او مع الناس اللي عاملين لايك للصفحات المختلفه للسوشيال ميديا، ودي المرتب بتاعها بيبدا من $50,000 في السنه، اللي هم في الشهر هيعملوا تقريبا 125,000 جنيه. فالماركتنج اسيستنت 125,000 جنيه في الشهر. طيب انا دايما بتسمعني بتلاقيني بتكلم على برودكت مانجمنت او بروجكت مانجمنت. هنا معانا الوظيفه اللي اسمها برودكت ديفلوبر، دي زي برودكت مانجمنت، والشركه دي عارضه من 40,000 ل 60,000 يورو في السنه للوظيفه دي. تعالوا نحسبها بالشهر هتبقى كام. دي لو خدنا اللي هي زي ما قلنا اقل حاجه اللي هي 40,000 يورو في السنه، دي هتساوي عندنا هنا 106,000 جنيه في الشهر. طيب انا دايما عمري ما هنسى الناس بتوع ووردبريس او حبايبي بتوع ووردبريس. فمعانا دي تكنيكال كاستمر سبورت ات WP Rocket. لو انت في مجال ووردبريس عارف ايه هي WP Rocket. فهم هنا طالبين دعم فني او تكنيكال سبورت، ودي الوظيفه اللي بيبقى السالري بتاعها 1710 يورو في الشهر. ولو عندك اطفال بيبقى 100 يورو زياده، وانت عشان شغال ريموتلي بتاخد 250، فهنشيل الطفل دي فهنقول 250 زائد 1710 اللي هم تقريبا 1960 يورو في الشهر. لو ضربناهم في 32 هيبقى الاجمالي 62,000 جنيه في الشهر. ده لو انت شغال دعم فني ل WP Rocket. طيب انت لو راجل بتعرف تكتب او تكنيكال رايتر، الوظيفه دي هتبقى مناسبه جدا ليك. الوظيفه دي بتبدا من $60,000 في السنه اللي هم 150,000 جنيه في الشهر. حبايبنا بتوع الديجيتال ماركتنج، وهنا الديجيتال ماركتنج سبيشالست في الشركه دي اللي هي تيست جوريلا تاني، دي بيدفعوا 26 وزائد 1000 قول 27,000 يورو في السنه، زائد برضو في شير، فهنحسب المرتب الافتراضي اللي هم 27,000 يورو في السنه. تعالوا نشوف دول يعملوا كام بالمصري في الشهر. الديجيتال ماركتنج سبيشالست في الشركه دي هياخد 74,000 جنيه في الشهر. طيب اخر وظيفه معانا وهي اللي هي سوفت وير انجينير فرونت اند، مش سينيور ولا حاجه، ده عادي سوفت وير انجينير ينفع في EMEA ريجن اللي هي الشرق الاوسط تبعها يعني. دي مرتباتها بتبقى من 75,000 يورو في السنه. فتعالوا نشوف دول هيساووا كام بالمصري. دي بالظبط هيبقى 200,000 جنيه. ففرونت اند سوفت وير انجينير بياخد او في الشركه دي هياخد 200,000 جنيه في الشهر. دول ال10 وظائف اللي معانا النهارده او الامثله اللي معانا النهارده. اللينكات للوظائف والتقديم على الوظائف دي كلها موجوده زي ما قلنا في الشيت اللي هو تحت في الديسكريبشن تحت او تحت زرار اللايك. تقدر تقدم فيهم او تستنى الفيديوهات اللي جايه اللي هنقول فيها ازاي تقدم في الشركات دي بخطوه خطوه. وكمان حتى هنبقى معانا ناس شغاله في معظم المجالات دي ريموتلي، هنعمل معاهم انترفيوز وهنقابلهم وهنسالهم انتوا اشتغلتوا ازاي او اتعلمتوا ايه وايه المفروض الواحد يتعلمه علشان يوصل ان هو يبقى قادر ان هو يشتغل او يقدم على الوظائف دي. لو الفيديو عجبك اتمنى تعمل لايك، ولو عملت شير يبقى كتر خيرك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه.